انا زهقت، انا كل حاجه في البيت ده على دماغي، حتى الزباله مستني اقول لك شيلها انت ماشي دم. بس انا كنت والله لسه هقوم وهعمل كل اللي انت بتقولي عليه ده. انا يا دوبك بس دخلت ورايح ظهر من الشغل. شغل ايه؟ انت اصلا لو راجل بجد كنت شفت شغلانه تانية عشان تكفينا، ده انت ماشينا بالعافيه، احنا رضينا بالهم والهم ما رضيش بينا. قوم افتح، ده اكيد ايمن اخويا، خليه بقى يجي يشوف المهزله اللي انا فيها دي. كويس انك جيت يا ايمن يا اخويا. ايه يا احمد؟ في ايه يا سناء؟ مالكم صوتكم جاي من اول الشارع؟ هو بس سناء اعصابها تعبانه شويه من العيال والبيت، فاهم؟ تعالى شوف بقى اللي انت جوزتهولي، لا رأي ولا كلمة، عايش معايا زي خيال المآتة بالظبط. اهدي يا سناء. مش ههدى الا لما تطلقني منه، انا عايزة حد يحس بوجودي. احمد مش ضعيف يا سناء، احمد بيحبك لدرجة انه بيبلع اهاناتك عشان المركب تمشي. وبعدين انت فاهمة ان العصبية دي قوة؟ ابدا، دي سوء ادب وضعف. انت بتقول لي انا كده؟ ايوه يا سناء. وعلى فكرة احمد جالي الاسبوع اللي فات المكتب وكان جايب ورقة طلاق جاهزة، وانا اللي ترجيته يستنى عشان خاطر اولادكم. الراجل اللي انت بتوصفيه بالضعف ده هو اللي مستحمل نكدك 5 سنين وما فتحش بقه. انا ما كنتش ضعيف يا سناء، انا كنت بشتري خاطرك وبشتريكي، بس اللي زيك مش عايز اللي يشتري خاطره يشتريه، عايز اللي يكسره، وانا مش هسمح لك انك تكسريني. بعد اذنك يا عيب. ايمن، ما تنساش تبقى تاخد اختك معاك، خلاص ما بقتش تلزمني. عاجبك كده يا سناء؟ في ناس بتبان ضعيفة لأنها محترمة، وفي ناس بتبان قوية لأن لسانها طويل. بس خلي بالك، المحترم ده لما بيمشي ما بيرجعش أبدا. مش لازم كل حاجة تبقى على هواكي، حافظي على بيتك وزوجك، وما تخليش الشيطان يوقعك وترجعي تندمي وتقولي يا ريت اللي جرى مكان. لو عجبك الفيديو صلي على النبي عليه الصلاة والسلام.